أفضل 5 لاعبي كرة قدم رفضوا برشلونة واختاروا ريال مدريد. وطبعا رقم 1 راح يصدمك. في المركز الخامس جود بيلينغهام في 2023، طلع من بروسيا دورتموند وبرشلونة بدأ اهتمامه فيه، بس ريال مدريد كان جدي أكثر بكثير. بيلينغهام اختار ريال مدريد بسبب مشروعهم اللي بيركز أكثر على الشباب. في المركز الرابع كيليان امبابي في 2017، وهو طالع من موناكو برشلونة حاول يتعاقد معه كبديل لنيمار، بس امبابي ما اهتم لأنه كان حلمه يلعب مع ريال مدريد وهو بيبي. في النهاية راح لباريس سان جيرمان، بس ريال مدريد كان خياره الأول دايما. في المركز الثالث أردا جولر 2023، برشلونة ظل يلاحقه بقوة وحتى فاوضوا أبوه، بس ريال مدريد دخل بقوة أكبر وبعثوا رئيس الكشافين جوابي كاليبو ووعدوه بمكان في الفريق الأول، وجولر اختار حلمه منذ الطفولة. في المركز الثاني أندريك في 2022، وهو عمره بس 16 سنة برشلونة حاول يتعاقد معه، بس كان عنده صعوبات مالية، بس ريال مدريد قدم خطة كاملة، زيادات ودعم لعيلته وضمان لتطوره، فأندريك وقع لريال مدريد. وأخيرا المركز الأول هو لابس رقم 7 في ريال مدريد، هو برازيلي. في 2017 برشلونة عرض عليه 45 مليون دولار، وكان عمره بس 16 سنة. حتى انه زار الكامب نو بس حس انه مش مرتاح هناك، وقال انه ريال مدريد دائما كان حلمه، فريال مدريد اعطاه ثقة اكبر وخطة للتطور. رفض برشلونة ووقع مع مدريد. اكتبوا لي مين هو في التعليقات. اشتراك.